طبعا هذه هنا أقولها صرخ للتاريخ، أنه هنا وظيفة المرجعيات الدينية من شيعة وسنة، من نجف وقم ومصر ومالي وباكستان وأفريقيا وغيرها، عليهم أن يرفعوا أصواتهم جميعا للوقوف أمام هؤلاء الصبيان. هؤلاء الصبيان لا أعبر عنهم شيئا آخر، سواء كانوا من هنا أو كانوا ماذا؟ أو كانوا من هنا. صرخ للتاريخ لأبرئ ذمتي أمام التاريخ أنه واقعا الأمة تعيش على كف عفريت، وذلك لأن أكابر الأمة دخلوا في بيوتهم أو لا يتكلمون ولا يقولون شيئا على أكابر الأمة، على المرجعيات الدينية. الآن تجدون ماذا يجري في الشام، ماذا يجري في العراق، ماذا يجري في العراق، ماذا يجري في العراق. أنتم أمامكم على العقلاء من السنة والشيعة، أقولها على العقلاء من الشيعة والسنة، من السنة والشيعة، على المرجعيات السنية والشيعية أن تقف أمام ما يجري في العراق، أن تقف أمام ما يجري في العراق، لأن السلطات السياسية ليس بمقدورها ذلك، لأن هذه القضية قضية ماذا؟ قضية فكرية عقائدية دينية، لا بد أن ندخل البيوت من أبوابها أعزائي.